يا سيدي يا سيدي على الفول وحلاوة الفول، زي الزبدة كهرمان كده. لو عايزين تعرفوا الطريقة تابعوا معايا الفيديو للآخر، بطريقة وبمكون بسيط جدا جدا موجود في كل بيت. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف طريقة الفول الجميل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب ام مالك، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مشرفينا ومنورينا دايما بوجودكم معانا في القناة، قناة احلى اكلة من مطبخ. يلا بسرعة كده واحنا لسه فاكرين، انزلي بسرعة تحت اعملي لايك للفيديو واعملي لي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس واختاري الكل عشان اي اشعار جديد ان شاء الله بنزله يوصل لك بيه. طبعا انا هعمل النهارده كده يعتبر يعني روتين بعمله كل يوم خميس، بس النهارده هيبقى السيد فيه طريقه عمل الفول. الفول ده يعني طريقته جميله جدا، تابعوها للاخر واعملوها هتلاقوا طعم وريحه ولون للفول. مش عايزه اقول لكم روعه. معايا كده في الاول طبعا نقيت الفول كويس جدا وخدته على الحوض عشان اغسله. طبعا لازم بنغسله حلو وبنفركه بايدنا كده زي ما انتم شايفين، عشان خاطر لو في عفرايه في تراب في اي حاجه يبقى الفول نضيف معانا وكويس. امال احنا بنعمله في البيت ليه؟ عشان يبقى نضيف. وعايزه اقول لكم عادي انا برضو ممكن بشتري ساعات فول جاهز من بره لو انا ما عنديش، لو يعني محتاجاه قوي من بره. المهم طبعا زي ما انتم شايفين هنغسله ونفضل نصفي فيه ونعيد فيه غسيله مره واتنين وتلاته علشان نبقى ضامنين حاجتنا في البيت اللي احنا عاملينها دي نضيفه وكويس اهو. وبرده هاخد فول الطعميه هغسله. طبعا الطعميه دي ان شاء الله هينزل لكم في فيديو تاني لوحده. احنا بنعمل الحاجات دي للناس اللي بتشتغل مثلا لو بتجهز حاجتها كل خميس. لو حد بيكسل ان هو يعني يعمل الحاجه ويشتري جاهز من بره، لا والله حاجه البيت جميله واعمليها في البيت احسن. بغسل بقى فول الطعميه ان شاء الله هينزل لكم في الفيديو اللي بعد ده على طول الطعميه. بعملها برضو في البيت. ان شاء الله هعملها لكم المره دي في اللي هي مكنه الفرم اللي هي بتاعه الطعميه اللي احنا بنفرم فيها اللحمه او بنعمل فيها البسكوت والحاجات دي. وهعملها لكم ان شاء الله مره في الكبه وهعملها لكم مره في الخلاط عشان ما حدش يبقى ليه حجه كده. يبقى الطعميه سهل جدا لو ما عندكيش اي حاجه من الثلاثه دول هتعملي. ولو ما فيش برضو عادي ممكن تبلي الفول وتظبطي الحاجه كلها. انا ساعات بقى بعمل كده واقوم جايه بعتها بره لبتوع الطعميه، بيقوموا جايين فرمنها لي وبينعموها وبتبقى حلوه. بس عادي احنا بنحبها ساعات خشنه ساعات ناعمه مش فارقه فما بتفرقش. فهم بره بينعموها وبيعملوها وانت بقى تقومي ايه جايباها عاملاها في اكياس ومقسمه في الفريزر. هنا بقول لكم كمان كنت مطلعه لبن اغليه فلقيته اللبن راب وكمان لونه ما كانش عاجبني، كنت حاسه ان هو مخضر كده مش يعني بصراحه. الحمد لله ان هو يعني راب، فمش هعجن بيه ولا هعمل بيه حاجه. لا انا بصراحه مش هستخدمه. بس كده طبعا ده تاني يوم بقى خلاص. كنت مشطبه الحوض والمواعين دي كنت حطاها تتصفى وبدات اخد الفول خلاص لان كان كبر. كبر ايه, إيه نفش يعني ما بقاش ناشف بقى طرى. وهاخده احطه في الحله، هعمله كمان في حله مش هعمله في الفواله. يعني بصوا طريقه فول سهله جدا، شويه فول اغسليهم ونقعيهم وقومي جايه حطاهم في حل. ما عندكيش فواله حطي في الحل. بس كده. عايزه اقول لكم ان المصفى دي فضلت كل شويه تخضني، كل شويه تقع. هحط بقى في الحله زي ما انتم شايفين اهو. اشوفوا برضو عم كل شويه تخضني. بس كده. وهحطه بقى في الحله والله سبته يقع ما جبتوش. وكل شويه يقعدوا يخضوني قمت جايه سايباهم بقى. بس يا حبايبي هخلص بقى تصفيه الفول كله كده من الميه دي. بصي ما تحاوليش تنقعيه بالميه تسويه بالميه اللي انت بتبقي نقعاه فيها، لان الميه دي بتخرج غازات وحاجات بتبقى في الحاجه فتخلصي منها بلاشها. يعني حطي ميه نظيفه واعملي بيه. لان اعرف ناس طبعا احنا بنبقى غاسلينه كويس فبيسووه في الميه اللي بتبقى منقوعه فيه. هشطفها بقى واعينها عشان بس ما تبقاش مركونه وهزود بيها ميه الاول.
هروح بقى على البوتاجاز. عايزه اقول لكم البوتاجاز مش مغسول ومش هغسله غير بعد الفول، لان الفول بيفور بيوقع ميه على البوتاجاز. فهي يعني هيعوز ان هو يتغسل تاني، فمش هغسله غير مره واحده. بصوا بقى انا هقول لكم على هما يعني يعتبر مكونين او 3 بس اللي هحطهم على الفول. قبل كده انا منزله فيديو في القناه تقريبا في رمضان اللي فات او اللي قبله، كنت عامله الفول حاطه له رز وحاطه له عدس وحاطه له حاجات كتيره. لا المره دي مش هعمل كده. المره دي بصوا اهو، هحط الليمونتين دول وهحط شويه العدس دول، طبعا العدس مغسول. وهحط بقى دلوقتي المكون اللي هقول لكم يطلع لون الفول معايا تحفه 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 اهو. هنزل بقى هنزل حطيت الليمونتين وهحط العدس. وعايزه اقول لكم ان انا هنقل الفول ده كمان في حله كبيره، لان الحله دي طلعت صغيره عليه. المكون بقى ايه هنشوفه دلوقتي معانا. حاجة بسيطة لو مش عندك هتشتريها من بره ب2 جنيه، هتعمل لك حلة الفول الكبيرة دي. ماشي. ايه هي؟ كيس صلصة. بس ما عندكيش طماطم عادي ما تحطيش طماطم، انا مش حاطه طماطم، وانتوا شفتوا معايا في اول الفيديو شكل الفول كان طالع عامل ازاي. هحطه بقى، ومش بيأثر في طعمه خالص، طعمها ما بتبانش اصلا، حتى لو طعمها بان هو طماطم. بفضي كيس الصلصه كله. ما شاء الله انا كنت عامله حوالي 1.5 كيلو فول او 2 كيلو، لا كانوا 1.5 كيلو، كانوا 1.5 كيلو، لان كيس الفول التاني طلع نوعه غير النوع ده. إيه، فما عملتوش ده اللي هو الفول البلدي. انا كنت دايما متعوده وبدمس الفول اللي هو الصغير، فاول مره بصراحه كنت ادمس البلدي ده، عجبني جدا بصراحه، هدمسه على طول وهجيبه على طول، مش هجيب الفول التاني الصغير ده تاني. إيه بس. وهحطه بقى، وهحط حله الميه دي فوقيه. انا غيرت الحله زي ما قلت لكم بقى، لان لقيت الحله التانيه كانت صغيره ومنفعش بصراحه ان الفول يتستوي فيها، كانت هتبقى ضيقه جدا عليه وكانت هتغرق لي البوتاجاز، يعني ميه الفول كانت هتقع. فانا قمت جايه حاطه الصينيه دي علشان خاطر تمسك على الحله كده ما تطلعش بخارها. لازم الفول عشان يطلع لونه معاكي فاتح ما يخشلوش اي بخار خالص، اي هوا خالص. ومليتها ميه عشان لو الفول عاز مني ميه ازوده من الميه السخنه دي، وهسيبه يستوي براحته. عايزه اقول لكم ان هو ما غابش اصلا في السوا كمان معايا، وطلع معايا فول بسم الله ما شاء الله. هتشوفوه دلوقتي لون وريحه وطعم. بصوا شكل الفول. الناس اللي بتشتكي ان الفول بيطلع منها غامق، الفول علشان انت بتزودي يا اما ميه ساقعه يا اما بتفتحي عليه وهو بيستوي، فطبعا بيسمر معاكي. بصوا انا ما زودتوش ولا رز ولا زودته معلقه دقيق ولا زودته اي حاجه، هو طالع زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. الميه بتاعته لفه وحلوه، وهوريكم دلوقتي الفوليه طالعه مستويه ازاي ما شاء الله، يعني تحفه بصراحه، عجبني جدا حبايه الفول. بصوا سخن طبعا انتوا شايفينه بيغلي، فكنت بمسح ايدي في الفوطه اهو. سخنه قوي فما كنتش عارفه امسكه يعني. بس يا حبايبنا ايه رايكم بقى في شويه الفول دولت؟ يا سلام بقى كده لو تجيبوا بقى رغيفين بلدي وشويه فول كده وتوضبوهم شويه ملح وشويه كمون وتعصروا عليها ليمون او شويه زيت حرب، او تعملوا سندوتشات فول وسلطه. يا سلام، احلى من اللي هتشتريه من بره واوفر لك بكتير بكتير. بصوا ميه الفول ما شاء الله. يلا بقى لو انت شفتي الفيديو عجبك وطلعتي منه باستفاده واحده، ما تنسيش تحطي لي لايك في للفيديو، وتعملي لي اشتراك في القناه وتفعلي زرار الكل عشان اي جديد يوصلك ان شاء الله. وحطوا لنا لايك لحله الفول الجامده دي. بحبكم كلكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.